شفت العطل السيبراني اللي حصل النهارده لمايكروسوفت؟ بسببه مطار برلين علق كل الرحلات الجويه. هيئه الطيران الامريكيه طلبت من كل الرحلات الهبوط فورا. مش بس كده، ده بورصه لندن اتاثرت بالموضوع. محدش عارف ايه اللي حصل، بس في شركه امن سيبراني اسمها كراود سترايك بتقدم حلول امنيه للشركات والمؤسسات الكبيره. الشركه عملت تحديث امني في نظام الحمايه بتاعها، وهوب اي حد شغال بمايكروسوفت ظهرت له الشاشه الزرقاء اللي قدامك دي. المدير التنفيذي للشركه طلع قال ان ده مش هجوم سيبراني ومفيش حد عمل لنا هاكينج، احنا سلام، ده عطل تقني حصل بسبب الابديت اللي احنا عملناه في نظام الحمايه. ولكن هل من المنطقي ان احنا نصدق مدير تنفيذي لشركه امن سيبراني المفروض انها بتحمي الناس من عمليات الاختراق اللي هتحصل لهم، وهو بيقول ان العطل اللي حصل لنا ده ما كانش بسبب عمليه اختراق؟ ما هو لو طلع قال ان العطل ده بسبب عمليه هاكينج او اختراق حصلت لنا، ما حدش هيشتغل معاه تاني، لانه هينطبق عليه المثل بتاع كان القرد نفع نفسه. اقول لك صديقي العزيز، احنا اخر واحد عمل ابديت للنسخه بتاعته عنده احفاد دلوقتي. احنا لما بنيجي ننزل انتي فيروس بننزل له كراك. يعني